السلام عليكم. اليوم اللي صار بالمسجد الأموي شيء سيء جدا وغير مقبول. مو من الشخص أبو عمر، لأنه هو أبو عمر بالأصل عنده سوابق كتير بهي الأمور، بس غير مقبول إنه يرجع يكون الأمور كلياتها عشوائية. نحن اليوم كمواطنين لازم يكون عنا رادع. هذا الرادع بس يكون أي شخص عم يقوم بأي أمر غير منظم، نحن لازم مباشرة نبلغ عنه. أنا شفت كتير أشخاص عم تشكر وتحكي إنه القيادة العامة بس تطلبها مباشرة، أو القيادة الموجودة أو الأمن بس تطلبه بتلاقي موجود. تمام. اليوم اللي صار يعني استهزاء بأكثر مكان ديني وطاهر في دمشق، واستهزاء بالشعب السوري، وترند على شيء فاضي. راح ضحيته 3 نساء وأكثر من 6 أطفال جرحى، نساء توفوا بسبب هي العشوائية. نحن اليوم لازم كلياتنا، وانا سمعت كثير من اشخاص انه مثلا بساحة العباسيين بتلاقي عالم عم توزع هيك بشكل عشوائي، بتمشي بالمكان الفلاني بتلاقي عم توزع بشكل عشوائي هيك، خلص بس هات هويتك يلا سجلنا وكذا. هي اصدرت القيادة العامة بيان بهذا الامر انه ممنوع انه يتم تسليم اي شيء بشكل عشوائي، لازم يتاخذ داتا، معلومات، اسماء اشخاص هذول المحتاجين، تروح توقف بالشارع هيك تسلم، ما بصير. فكيف نحن لازم نحارب هذا الموضوع؟ لازم مباشرة أي شخص بنشوفه عم يتصرف، لو تصرف أنت شايفه شكله جيد، يا سلام، هو قاعد وحاطط صندوق أو حاطط علبة أو حاطط مكتب وعم يوزع وكذا، هذا طالما ماله آخر تصريح من القيادة هذا مرفوض، مرفوض قطعا. ليش؟ لأنه هذا يعني تمادي شوي رح يساوي تمادي كبير، وبيصير ما صار مع أبو عمر بالجامع الأموي. نحن كلياتنا كشعب لازم نوقف هذا الأمر، لازم نوقف ضد أي تصرف عشوائي يصير، ان كانت منظمه انسانيه او ان كانت منظمه اغاثيه او ان كانت منظمه مثلا عم تقول انا بس بدي الارامل او انا بس بدي الامهات او أنا. ما بصير، لازم يتم هذا الامر. اليوم الطيارات المساعدات عم توصل تترى، واحده ورا واحده، واحده ورا واحده. يعني اذا هي المساعدات فلتت بالشوارع وهيك صار، ما راح يكون ضحيه 3 اشخاص و4 اشخاص، راح تكون الضحايا مجازر، مجازر نظامي. ليش؟ لانه العالم محتاجه وهذا شيء طبيعي وحق محق. لكن كوني انا محتاج التاجر فيني وتحطني مثلا مكان ضيق وبغير تنسيق وبيكون باسلوب سيء وتنشر هذا الامر ويصير هي الدعايه، هذا امر مرفوض. انا عن نفسي اطالب انه القياده العامه تدفع السيد ابو عمر هذا الشخص جزيه كل امراه وكل طفل اصيب، يدفع جزيه ولا تقل الجزيه عن 50,000 دولار لقاء هذا التصرف الأرعن، لأنه هذا أمر غير مقبول. وبدال ما تعمل خير عملت شر كتير، يعني صراحة شر. أسأت للسوريين وأسأت للمسجد الأموي وأسأت للمساعدات وأسأت للتصرف تبعك وأسأت لشخصك. أنت ما رح تعافى من هذا الأمر. هي الضربة القاضية تبعك، أنت عامل قبل هالمرة مشاكل، بس هي الضربة القاضية. ولكن الشعب لازم يكون عنده درع، ولازم يكون عنده حد، بس يشوف أي تصرف عشوائي يرد عليه. سلام عليكم.